على الواقع جميلة. ابتدى رسم الخريطة وابتدينا للمشاهد من غلا وشواق جينا. تابعونا واتركوا الباقي علينا، واقعيتنا على الواقع جميل. هذه الأغنية هي مقطع ترويجي لقناة الواقع السعودية، قناة فضائية متخصصة في تلفزيون الواقع كما يسمى، ومن قاموا بالغناء هم المشاركون في أحد أهم برامج القناة واسمه البزنس. طبعا برامج تلفزيون الواقع شائعة حول العالم ولديها جمهورها، ولكن هذا البرنامج والقناة تصدر النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، وليس في سبيل المدح والإعجاب، إنما العكس تماما. فالهاشتاج الذي تصدر موقع تويتر هو أوقفوا قناة الواقع، والسبب رؤية بعض المشاهدين أن القناة تروج للمثلية الجنسية من خلال برنامجها البزنس بحسب وصفهم. البرنامج الذي يذاع على مدار اليوم مستوحى من برنامج الواقع العالمي بيج براذر أو الأخ الأكبر، الذي يتم فيه تجميع المشاركين في أحد المنازل للعيش معا لفترة زمنية، ومن خلال مسابقات متعددة وأيضا تصويت الجمهور للمتسابق المفضل لديهم يتم تصفية المشاركين، وآخر من يبقى يربح مبلغا ماليا. ولأنه برنامج واقع والكاميرات تعمل وتصور وتتابع المشاركين في كل حركة وسكون، ظهرت بعض المشاهد التي أثارت علامات استفهام لدى المشاهدين. هذا المقطع انتشر انتشار النار في الهشيم على السوشيال ميديا، بالإضافة طبعا لمشاهد أخرى من البرنامج نشرها رواد مواقع التواصل ورأوا أنها غير لائقة لتظهر على شاشات التلفزيون، وطالبوا بإغلاق القناة. بالطبع ردود الفعل كانت واسعة، فعلى تويتر تقول شبح: والله شيء محزن أن الإعلام السعودي ينقل هذه المشاهد لمئات الأطفال والمراهقين والمراهقات. أما تغريدة من حساب بسبوس تقول: قناة الواقع تقدم بشكل واضح تصرفات تخالف الذوق العام بشكل علني للملايين وتدخل بيوتنا، نتمنى يكون في ردع تجاه هذه التصرفات. تغريدة دمية أيضا على تويتر تقول: يجب عدم الدخول في الذمم، ولكن أيضا يجب على الشباب مراعاة تصرفاتهم أمام الكاميرا، فبعض التصرفات لا تليق بالرجال ويتم تأويلها بشكل خاطئ. آخر تغريدة من أبو نايف يقول فيها: بصراحة شفت مقاطع وانصدمت، حتى لو بناخدها على حسن الظن والنية، لكن الحركات ممكن تخليك تفسر الموقف بينهم إلى أمور أخرى. أنتم في برنامج وأمام مشاهدين كبار وصغار ونساء، لا بد أن تكونوا أكثر انضباطا وبحدود، مو تاخذون الوضع وكأنكم باستراحة. شكرا جزيلا لمشاهدتكم ترندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.